لا هتفضل لحد امتى عيل فاسد ضايع كده؟ بتهرب من الدروس والمدرسة وكل حاجة، وترجع آخر اليوم تندم وتقول أنا عملت إيه في يوم؟ أنا عملت إيه في سنين الضايعة دي كلها؟ أقول لك النهاردة على الطريقة السهلة تخليك تحافظ على نفسك ومجهود. الأول أنا أحكي لك قصة صغيرة كده وحصلت قدامي. يعني أنا كنت طبعا ماشي عادي، طبعا رايحين نصلح التروسيكل كالعادة يعني. فقابلني واحد هناك. فالواحد ديت كان بيصلح التروسيكلات وكده. فكان عنده عيال شغالة معاه. فالولد اللي هناك ديت جه صلح لنا التروسيكل، فالراجل بيقول له قوم يالا صلح لعمك احمد التروسيكل. فالموضوع ده لفت نظري جدا عن موضوع الشباب اليومين دول، اللي هو ندم، اللي هو ما ذاكرش ولا حافظ على نفسه ولا كده. خدها جملة في حياتك: تتعب وانت صغير، تستريح وانت كبير. خدها، هتستريح وانت صغير، هيطلع ابوك وانت كبير. خدها قاعدة في حياتك كده: اتدرب واتعلم وحافظ على نفسك، وما تسمعش كلام الناس. كلام الناس دي بيضيع وقتك، بيضيعك. ولو عايز تستمر في الحاجة استمر. الحاجة ما بتبقاش في أولها سهلة كده. يعني مثلا في صناعة المحتوى بتبقاش سهلة كده. بيدخل الأول سهل، بعدين صعب، بعدين حاجات تدرجات كده، وتبدأ كده تتعود على الحاجة. فأنا بنقول لك نصيحة مني ليك، لأخ ليك: اعمل واجتهد. اعمل لنفسك شخصية كده.